قضية الوليد اللي يلاه تزاد وتلقى مقطع طرافي صغار ودايرينو في ميكا كحلة ولايحينو في المزبالة. مع الصباح واحد السيد كان كيقلب في واحد المزبالة كيجمع الحديد والقراعي والقصدير والزاج، المهم اي حاجة يقدر يعاود فيها البيع. هو كيجمع بانت لي واحد الميكا كحلة، هزها قال ربما فيها شي حاجة كتباع، ولكن فاش حلها هو يلقى فيها وليد صغير باين يلاه تزاد ومقطعينو طرافي صغار. السيد فاش شاف هذاك المنظر تخلع بزاف وبقى فيه الوليد واتصل بالبوليس علمهم، وفعلا جاو لعين المكان، هزوا هذيك البلاستيكه فاش تلقى الوليد وداوه لمستودع الاموات. وباش تبحث في قضيه بحال هادي راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف، حيت ما كاين حتى شي اثار ديال شكون هو مول الفعله. البوليس بداو البحث في هذيك الجهه وكيسولوا شكون يلاه ولدات ولا اللي كيعرف شي وحده كانت حامله شي حمل غير شرعي يتواصل معاهم، ولكن ما وصلوا حتى لحاجه. انتشر الخبر في هذيك المدينه ديال هذاك الوليد اللي تلقى بديك الحاله، حتى لواحد النهار واحد السيده جات عند البوليس باش دير واحد الشكايه. دخلت عندهم قالت لهم اودي هاد الايام راني كندير العرس لولدي، وواحد النمره ديما كتصوني ليا كتهضر فيها مرا وكتقول ليا قولي لولدك كيف جاكم داكشي اللي تلقى في الزباله. فاش كنقول لها شكون انتي كتقطع التليفون عليا وانا خايفه دير ليا شي حاجه ولا تاذيني ولا تاذي ولدي، لدرجه ولا عندي الوسواس. وهنا قلت نجي نعلمكم حيت كل مره كتصوني وكتقول لي هاد الهضره وكتقطع، وكل مره كتهضر معايا في نمره مبدله على الاخرى. المهم البوليس داروا لها محضر وبداو البحث، ولكن ما قدروش يعرفوا السيده حيت هاد الواقعه قديمه وما كانوش البورطابلات بحال دابا، كان غير الفيكس ولا التليبوتيك وما كانتش الخبره على هاد التليفونات بحال دابا. والسيده كانت كل مره كتهضر في بلاصه، مره في الزنقه ديال فيها تليبوتيك كتقول هاد جوج كلمات وكتقطعها. البوليس فاش سمعوا اقوال هاد السيده داخو بالتقلاب وعرفوا باللي عندها علاقه بالوليد اللي تلقى بديك الطريقه في المزبله. من بعد جابوا ولدها باش ياخذوا منه شي معلومات ربما تفيدهم، حيت السيده اللي كتصل كتقول لها قولي لولدك. المهم فاش قالوا ليه دابا خاصك تكون صريح معنا، الام ديالك دارت شكايه عندنا وقول لينا بكل صراحه واش كنتي كتعرف شي بنت. قال لهم في البدايه لا انا ما كنعرف حتى وحده، دابا انا راني غادي نتزوج. قالوا له البوليس ايوا ما يمكنش السيده كتتصل بالفيكس ديال داركم وكتقول لها قولي لولدك، يعني هذه راها قاصدك. قال لهم ما كنت كنعرف حتى شي وحده، ولكن هنا البوليس بقاو معاه وما بغاوش يطلقوه. في الاخر قال لهم كنت شحال هادي كنعرف واحد البنت ولكن تفارقت معاها. قالوا ليه البوليس سميت هاد البنت وفين كاينه. المهم عطاهم معلومات على البنت، بقاو معتقلينه ومشاو حتى للبلاصه فين ساكنه هاد البنت. فاش دقوا الباب خرجت لهم واحد السيده قالوا لها عافاك كلمي لينا فلانه، قالت لهم لا راه ما كايناش. سولوها فين مشات، قالت لهم راه مشات العروبيه عند اختي. البوليس قالوا لها هاد اختك فين ساكنه، راه ضروري خاصنا نشوفوا بنتك. البوليس حسوا باللي السيده كانت مرتبكه وخايفه، داوها معاهم الكوميساريه باش يكملوا البحث ديالهم. فاش وصلت بحال الا خافت وعرفات باللي الا وصلوا بنتها راه كلشي غادي يتفضح وغيعرفوا كلشي. وهنا بدات كتعاود ليهم. يسرى شابه في عمرها 24 عام من اسره فقيره، الام ديالها حوريه هي اللي كانت كتخدم ومكلفه بها، اما الاب كان طلق الام وتخلى عليها ما كيصرف عليها ما والو. وكانت يسرى على علاقه مع واحد الشاب سميتو رضا سنوات وهي معاه في علاقه غير شرعيه على اساس غيتزوج بها من بعد، حتى حملات منه. فاش عرفات راسها حامله مشات خبراتو باش يدير معها شي حل في اقرب وقت ممكن قبل ما تعيق الام ديالها، ولكن كتفاجئ بواحد ردة فعل منه، بقى كيغوت عليها وقال لها انت بالعاني درتي هادشي غير باش نتزوج بيك وباش انا غادي نعرف باللي هاد الحمل ديالي انا. المهم ناض صداع كبير بيناتهم، ويسرى عرفت راسها باللي رضا كان غير كيتفلى عليها. فاش داخت بها الدنيا مشات خبرات الام ديالها حوريه واللي جاها الخبر بحال شي صاعقه، غوتات ونشفات بنتها، ولكن في الاخر قالت ضروري خاصها تلقى شي حل لهذا المشكل. مشات هي وبنتها عند رضا، شدوه فاش كان خارج من خدمته، نوضوا معاه صداع تما ولكن ما داو منه والو. دازت شهور يسرى ولدات وليد في دارهم، كانت معاها الام ديالها وخالتها، ولكن الام ديال يسرى حوريه كانت كارهه هذيك التربيه قبل ما يتزاد. فاش ولداتو ما خلاتش بنتها يسرى تشوفو، سدوا عليها البيت ومشات حوريه هي واحد ختها، كتموا ليه النفس حتى فارق الحياه، وقطعوا الوليد طرافي صغار وداروه في واحد الميكا ورماوه في الزبل. فاش جا الكاميو ديال الزبل لهداك الحي هزوا كاع الزبل اللي تما من بينهم الميكا اللي فيها هذاك الوليد وداوها لواحد البلاصه بعيده، ولكن الروح ما كتسترش حتى لقاها هذاك السيد اللي كان كيقلب في المزبله واللي اتصل بالبوليس. ولكن حوريه ما وقفاتش هنا، فاش دارت هاد الفعله مشات اتصلت بالفيكس ديال عائله رضا، وفاش كتجاوبها الام كتقول لها قولي لولدك كيف جاتك التقطيعه.
داكشي اللي لقاو في الزباله واش هو هذاك. ومن الصدف هذيك الوقيته فاش كانت كتتصل حوريه بالام ديال رضا هو كان كيدير العرس وكانت عندهم الدار عامره، حتى وصلت القضيه للبوليس وتعتقلوا كاملين رضا وحوريه وختها ويسرى حتى هي. يسرى ورضا تقدموا بتهمه الفساد تحكموا بعام، وحوريه وختها تحكموا ب30 عام. واخا الاخت ديال حوريه نكرات باللي شاركت في هذه الفعله، قالت لهم انا غير كنت حاضره وما شاركت في حتى حاجه، ولكن قالوا لها علاش ما جيتيش تعلمينا. وحوريه في الاقوال كتاكد باللي ختها عاونتها. المهم تورطوا كاملين بسبب غلطه داروها جوج ديال الناس ومشى ضحيتها طفل بريء. هادشي اللي كان في القصه ديال اليوم. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص وبغيتوا دائما يوصلكم الجديد تابوناو وفعلوا الجرس.